السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بالشتاء. الجو النهارده ساقع كده والجو بيمطر، وهنعمل شوية معجنات كده الولاد ياخدوهم معاهم المدرسة او تفطري بيهم ويدفوا كده البيت من السقعة. وكمان عجينة واحدة واقتصادية وقطنية، وهنعمل بيها احلى 3 اصناف. ممكن تعملي اكتر من كده بكتير من نفس العجينة، هتمشي لكل المعجنات اللي في الدنيا اللي انت حباها. طفلك بقى حابب ميني بيتزا هنعمل، حابب ميني كرواسون هنعمل، حابين خلية نحل هنعمل. احلى خلية نحل هتطلع من العجينة دي تحفة جدا، واقتصادية ومفيهاش اي مواد مش موجودة عندك في البيت يا ست الكل. اول حاجة حطي كده بقى اشتراك للقناة، فعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وحطي لايك بقى شجعيني كده. هنجيب كوبايتين من المية او اي مج عندك هتعايري بيه المكونات كلها. انا جبت كوبايتين معياريتين من المية، كوباية معيارية وحطيت فيها كوبايتين مية، وحطيت فيها 4 معالق من السكر، معلقتين من الخميرة او كيس خميرة من اللي هو الصغير، خميرة فورية. وهنحط 5 6 معالق كده حليب بودر. حليب البودر ده بيودي المعجنات في حتة تانية خالص، بعيدا عن اللبن وعن القشطة وعن الكلام ده كله. عايزة اقول لكم المية لوحدها بتخلي العجينة طرية جدا. بعد كده هحط من 5.5 ل6 كوبايات من الدقيق. هبتدي ان انا احط كوبايتين من الدقيق، ولما العجينة تاخد تدي كده مع بعضها هبتدي ان انا احط كمان باقي العجينة بتاعتي. طبعا حطيت نص كوباية من الزيت، نسيت اقول لكم، حطيت رشة ملح، وحطيت معلقة صغيرة من البيكنج باودر. كل المكونات دي كلها كده مع بعض في العجان، هنضربها مع بعض، ولما نخلط شوية دقيق هنبدأ نحط شوية كمان. انا حطيت كوبايتين من الدقيق في الاول، هبتدي ان انا احط كوبايتين تاني، وهحطهم بقى ورا بعضهم كده. هحط 5 كوبايات، هلاقي ان العجينة ملزقة معايا لسه. بعد كده هحط نص كوباية تاني، يعني انا المجمل كله على كوبايتين مية ونص كوباية زيت. حطيت 5 كوبايات ونص من الدقيق. تمام كده. طبعا انت لو بتعجني على ايدك هتبتدي ان انت تشوفي تغسلي ايدك كويس جدا، وبعد كده تلمسي العجينة. لو لقيتي العجينة بتلزق في ايدك ومحتاجة دقيق، حط لها دقيق. لقيتيها زي انت ما هتشوفيها دلوقتي كده يا ست الكل، هتلاقيها طرية في ايدك بس ما بتلزقش كده، تمام. بس اهم حاجة تكوني غاسلة ايدك، علشان الايد اللي بتعجن غير الايد اللي ما بيكونش فيها عجين. يعني لو ايدك فيها عجين وتيجي تلمسي العجينة هتحسي ان هي لا ملزقة، وهتلاقي ان انت عايزة تحطي دقيق تاني وهي العجينة هتكون مكتفية. اغسلي ايدك كويس جدا من العجين اللي فيها، وبعد كده ابدأي ان انت المسي العجينة وشوفيها محتاجة ولا لأ. هتسيبي العجينة دي تخمر كويس جدا. المقطع ده راح مني، مقطع كده راح مني اللي هو التخمير بتاع العجينة. وكمان انا جبت بعد ما جبت العجينة خدتها كده كورتها، يعني اخد منها كور صغيرة واحط في قلبيها نوتيلا علشان اعمل خلية النحل اللي انتوا شفتوها ديت، وهسيبها على جنب تخمر. انا العجينة سبتها على جنب خمرت، وبعد كده خدت كور صغننة كده قد بعضها، في حجم ايه، من 15 ل20 جرام. وبدأت ان انا احط فيها نوتيلا من جوه عادي جدا، نوتيلا او شوكولاتة اي حاجة انتوا تحبوها، او ممكن جبنة براحتكم خالص. انا عاملاها بنوتيلا. بدأت ان انا اكورها واحطها جنب بعضها كده في الصينية قريبة من بعض جدا، واسيبها تخمر. بعد كده هاخد جزء من الخميرة من العجينة تاني، وهبتدي ان انا اعملها دايرة كده واعملها ميني كرواسون. تمام، ده ميني كرواسون ده هحط فيه جبنة. وبعد كده هاخد انا بوريكم بس العجينه ممكن تطلع ايه، ممكن تطلع حاجات اكتر من كده بكتير، ولكن العجينه مكفتش معايا ان انا اطلع اكتر من كده. ولكن لما اجي اعمل العجينه تاني هعملها مضاعفه واطلع منها اصناف كتيره جدا. ممكن اعمل منها ميني كايزر، ميني ساندويتش، هعمل منها حاجات كتير جدا. باتيه. اعملي بصي العجينه اللي تيجي في دماغك وفي خيالك، شكليها من العجينه دي، هتطلع تحفه جدا. هعمل بقى منها ميني بيتزا. هجيب برضو العجين كده واكوره الباقي، واكوره كده برضو، ده هسيبها تخمر. ميني كرواسون برضو هسيبها تخمر على جنب. هجيب بقى العجينة بتاعتي الباقية وابدأ ان انا اقطعها كده ايه كور متساوية او يعني على حسب نظر عيني كده ما يجيب، زي انتوا ما شايفين كده. هعمل منها 5 من الميني بيتزا.
يبقى طلعوا ميني الميني كروسون شفتوه، طلعوا صينية خلية النحل، وطلعوا 5 ميني بيتزا. بس هي بصراحة مش ميني زي بتاعة الأفران، هي أكبر يعني، فتقدري تطلعي منها أكتر من كده. هبتدي برضو ان انا اكورهم عادي جدا واحطهم في الصاج وافردهم كده زي انتوا ما شايفين، وبشوكة هبدأ ان انا ادوس عليهم كده علشان خاطر ما ينفخوش جامد جدا في الفرن، عشان كمان لسه هيخمروا. بعد كده كيس صلصة عادي من اللي هو الجاهز ده، خدت منه معلقة وقلبتها كده ايه بشوية مية صغيرين، وبدأت ان انا ادهن الوش عشان خاطر بس يدي معايا لون حلو. طبعا كان نفسي، والله كان نفسي ان انا يعني ادي الميني بيتزا دي حقها، واحط زيتون واحط جبن واحط، بصوا كل ما لذ وطاب. ولكن انا ولادي ما بيحبوش الزيتون والفلفل والكلام ده خالص على البيتزا. لما بنجيب البيتزا او بنعملها في البيت الكلام ده كله بيتشال اساسا وبياكلوا العجينه بس. فانا اكتفيت بالجبنه الرومي علشان خاطر ان هم اللي هياكلوها الف هنا وشفا. انا اكتفيت بالحاجه اللي هم بيحبوها، ولكن هي كده ما تعتبرش بيتزا خالص، بس كان طعمها تحفه والله. لو انت هتعمليها حاجه تفطري بيها تنقنقي بيها كده في النهار، يعني حاجه نظيفه، حاجه عاملاها في بيتك وضامنه انت بتاكلي ايه. دي كده خليت النحل بعد ما خمرت. هبتدي ان انا اجيب شوية لبن صغيرين وعليهم كيس كده من النسكافيه البلاك الصغير ده، هاخد منه معلقة صغيرة بس. انا عايزة اغير اللون علشان خاطر يديني لون حلو من فوق. النسكافيه مع اللبن بيدي لون جميل جدا من فوق، ومعلقة سكر صغيرة، وممكن ما تحطيش سكر براحتك خالص. تمام. هبتدي كده زي انتم ما شايفين اشغل بقى الفرن على درجة حرارة 180، واسيبه كده ايه شوية اما يحمى. وبعد كده هبدأ ان انا اطلع منه خلية النحل، طالعة طرية جدا. عامة المعجنات بنطلعها من الفرن بتكون ناشفة، بنديها بخة كده من المية وبنغطيها بتطرى كل حاجة. دي ما كانتش محتاجة تتغطى، دي طالعة من الفرن اصلا طرية ما فيهاش اي حاجة. جبت معلقة عسل نحل، ممكن تحط شيرة او السيرب زي ما بيقولوا، بس جبت معلقة من العسل النحل لان ما كانش عندي سيرب جاهز. حطيت عليها بس نص معلقة من المية السخنة عشان خاطر ان انا بس ايه اخففه شوية. وبدأت ان انا ادهن بيه الوش كده، كان طعمها حاجة في منتهى الجمال. انا مش عارفة انا غطيتها ليه، المفروض ما كنتش غطيتها بصراحة. هي مش محتاجة خالص. بصوا الميني بيتزا طالعة عاملة ازاي، والميني كرواسون حاجة كده طرية جدًا وfluffy وطعمها حلو. والله الحاجة دي يعني ما باتتش، ما قعدتش خالص، اتاكلت على طول. بسم الله ما شاء الله، يعني تحفة جدًا. لو عجبِك الفيديو طبعًا ما تنسينيش في اللايك، و جربيه بأمانة. ضعفي المكونات من دلوقتي، أنا اللي باقول لِك ضعفي المكونات عشان تطلعي منها كمية ميني بيتزا، وتطلعي منها كمية ميني كرواسون. عايزة تعملي ميني ساندوتش البرجر الصغير اللي هو الكايزر الصغير ده، هتعمليه. بصراحة العجينة مش قادرة أقول لكم. بصوا الجمال، خلية النحلة حاجة كده هشة جدًا. دي كده أنا عاملاها بالنوتيلا. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.